السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة شهوات أم صفاء. اليوم إن شاء الله غادا نحضر معكم العسل بطريقة سهلة وزوينة. كيف ما كتشوفوا نحتاجوه لجميع المعسلات ديالنا بدون عذاب، بدون يعني شي حاجة زوينة طب طب طب، يعني للشباكية أو لا أي حاجة بغيتو ديروها إن شاء الله في هذا الشهر رمضان. كنتمنى إن شاء الله هذا الشهر يدخل عليكم بالصحة والسلامة، طولة العمر والصحيحة لكم والعائلة ديالكم إن شاء الله. شوفوا العسل تبارك الله كيفاش كيجي معنا غزال بزاف. هنا غادي ندوزو إن شاء الله. عندي 2 كيلو ديال سكر سنيدة، وعندي حامضة قطعتها طرونش على هذا الشكل هذا، وهنا عندي عوية ديال القرفة، وعندي قبيصة ديال الملح. ضروري تنوضعوا الملح باش ما يجيش تاني مقيت بزاف. هنا عندي لتر واحد من الماء. كيف ما كتعرفوا كل 2 كيلو ديال السكر اولا سنيده تنضيفوا معاها لتر واحد ديال السكر ديال الماء عفوا. بالنسبه للماء الا بغيتوا تعبروا بالكاس ديال العنبه غادي نديروا 3 الكؤوس ديال الماء، هي نصف لتر. كنزيدوا 3 اخرين. المجموع كامل عندنا هي 6 الكؤوس ديال الماء. صافي هنا كناخذ الكوكوط ديال الضغط، يعني طنجره اولا حيتاش دابا غادي نسدو عليه ان شاء الله. ضروري غنديرو في كوكوط ديال الضغط مره اخرى ان شاء الله، ونشارك معكم طريقه اخرى ما تيحتاجش اننا كاع نسدو. هنا غادا نوضع الماء هو الاول باش ديك السنيده ديالنا كتنسجم مع الماء وتتخفف شويه، حيتاش ضروري في الاول تتكون هي هابطه لتحت والماء الفوق كيف ما كتشوفوا معايا. غنخليها واحد شوي على ما حسيت بها بدات كتطلق مع الماء. وهنا غادي نوضع الحامض، حيتاش الحامض ضروري تنديروه اولا ليمونه ماشي مشكل، بحال اللي عندكم، يا ليمونه يا حامضه هي اللي تتعطيكم بان راه العسل ديالكم راه طاب. صافي هنا وضعت ديك القبصه ديال الملح ووضعت داك العويات ديال القرفه. هنا غادا ضروري نحركو شويه قبل ما نحطو على النار باش ديك السنيده ديالنا حتى تذوب مع الماء وتنسجموا تتولي داك الماء ما تيبقاش معزول بوحده. يعني بزاف البنات تيتحرق ليهم اولا تيجيهم خفيف من بعد ما تيديروه في الشباكيه اولا في شي معسله، تيلقاو داك العسل ديالهم تشمع من بعد. يعني المشكل ديالاش هو ان العسل ما تيطيبش وما تياخذش حقه في الطياب، يعني ما خصوش يطيب اكثر من القياس وما خصوش نطيبوه قل، حيت الا طيبناه وما خداش حقه في الطياب ملي تنديروه في شي كيك ولا في عفوا في شي حاجه ديال الحلوى هكايا حتى تجينا من بعد مشمعه، تيولي ملي تتبغي تهزي الحلوى ديالك كتلقاي ديك الشباكيه ولا هذا قساحت. صافي هنا تنبقى نحرك ملي تنحس به تيقرب يغلى وتتبغي تغلى الطنجره ديالي غادا نسد عليها، وانا تنبقى نحرك باش السنيده كتنسجم معنا على هذا الشكل هذا. كيف ما شفتوا في الاول كان الماء بوحدو وكان سكر سنيده بوحدها، يعني كانوا معزولين على بعضياتهم. مع هذا التحريك اللي حركنا شوفوا كيفاش ولا يعني مايل البيوضه. صافي هنا غادي نبقى نحرك على هذا الشكل هذا. من بعد دابا ان شاء الله غندوز باش نسد الطنجره ديالي. ضروري هنا ملي كنسدو على الطنجره تتكون الطنجره ديالنا قربت غاديه تغلى، تنسدها مزيان وتنكرز عليها. غادا نوضع الصفاره ديال الكوكوط، ضروري ملي تنوضعها تنمشي دابا كنشوف العافيه ديالي. هنا في الاول تتكون عندي النار مجهده شويه، ملي تتبدا الصفاره عندي تدور تتصفر كنهبط العافيه كنخليها مهيله. في ديك الوقيته اللي انا الكوكوط اول ما كتصفر عندي تنحسب 45 دقيقه. صافي من بعد تنحل عليه. ها هو الشكل ديالو، شوفوا اللون الحامض ديالنا كيفاش ولا بحال لون العسل. صافي راه هنا كيكون العسل ديالنا راه طاب وخدا حقه. بالنسبه الى جاكم خفيف حتى تخليوه ليله كامله، والا جاكم العسل ديالكم خفيف وكنتم محتاجينه بالنسبه للشباكيه اولا غادي ترجعوا تعاودوا تغليوه واحد 10 دقائق 10 دقائق باش يولي لكم عقد مزيان ويجي ثقيل. صافي هنا
دابا انا بالليل غادي نحيد منه داك الحامض، داك العويه القرفه، وفي نفس الوقت وهما اللي غيعطيوني النتيجه ديال العسل ديالي واش ناجح ولا لا. هنا تنخلي داك شويه قدامهم كيف ما كتشوفوا. هنا غادي نحطها فوق سطح العمل ونخليها. دابا انا عندي تقريبا واحد شي 8 هكاك ديال الليل. على ما بغيت ننعس ولا هذا راه غادا نعرف العسل ديالي واش مزيان ولا لا. الا ما كانش مزيان انا غادا نرجعو يطيب. المهم انا لقيته الحمد لله دازت الامور مزيانه. هنا غادي نسد الكوكوط ديالي وغنحطها على جنب ونخليها حتى الصباح ونشارك معكم العسل ديالي كيفاش ولا. صافي هنا كنخلي هذاك شويه كيف ما قلت لكم، ومن بعد ما نقرب نبغي نعس ان شاء الله غادا نقلب وغنلقى العسل ديالي راه مزيان كيكون هو هذا. هنا بعد ما دازت ليله كامله هنا غادي نشوفوا العسل تبارك الله كيفاش القوام ديالو يعني عاقد ومزيان. هذا تيشد لينا في الشباكيه ديالنا، كيشد لينا في المعسلات ديالنا، يعني تيبقى زوين فيهم بحال فيه الكليكوز. يعني بزاف البنات تنعرفهم تيديروا فيه الكليكوز، انا ما تندير فيه الحمد لله حتى شي حاجه، حتى يطيح هكا وتيجي زوين وتيجي ناجح. شوفوا العسل ديالنا كيجي رائع، وغديريه بعويناتك مغمضين وديريه ان شاء الله في المعسلات ديالك وما غاديش يحشمك. هنا ما بقى ليا الا نقول لكم الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله، وعواشركم مبروكه والله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبالرزق وبالتيسير ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. مولاي صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. يا ربي بالمصطفى بلغ